السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضلي. دلوقتي يا استاذ احمد، انا الجوازه بتاعتي واقفه والعريس متشكله معاه. ليه بس، في ايه؟ العريس مش راضي يجيب لي غساله الاطباق، يرضيك؟ لا طبعا. يعني دي مش حاجه ضروريه في البيت؟ اكيد بقى. طب هو دلوقتي مش راضي يجيب لي غساله الاطباق وبيقول لي غاليه، طب وانا ليه؟ قلت له انا هروح لاتش جي، هو اللي هيحل لي الموضوع. طبعا مع اتش جي مشكلتك محلوله. هنحلها ازاي بقى؟ قول لي على حل اقوله له. هعمل لك عرض قوي على غساله اطباق 13 فرد انفرتر بتوفر الكهرباء، ولو ما بعتنوش الفلوس هقدر اقسطها له ومش هيدفع كتير. يعني كده هو ملوش حجه؟ ملوش حجه طبعا. احنا خلاص جوازه ايه اللي تبوظ؟ مفيش جوازه بتبوظ طول ما انت مع اتش جي. هي فين الغساله دي يا استاذ احمد؟ غساله ميديا 13 فرد انفرتر. الغساله دي فيها خاصيات كتير قوي. اول حاجه بتشتغل بست برامج. بتشتغل بايه؟ ست برامج. ده غير ان هي فيها برنامج الواي فاي، تقدري تنزلي برنامج من تليفونك وتشغليها عن بعد، يعني مالكيش حجه. يعني انا كده هبقى خارجه واعرف اغسل اطباقي؟ اكيد طبعا. ولا هشيل هم غسيل عشان بس الحلل؟ يعرف انها مهمه، يعرف انها ايه؟ مهمه. ده غير اللي يعني انا عايزك تتفرجي على المساحه بتاعتها دي. 13 فرد، فيها نظام التجفيف بالتسخين. نظام ايه؟ التجفيف بالتسخين. كمان موجود فيها رف علشان الاكواب، وبيمكن طيه، يعني الكوبايات والازاز والحاجات دي لها رف معين، وممكن ان انت تتنيه وتفرديه. وكمان في سله زي ما حضرتك شايفه كده للشوك والسكاكين، وبتشتغل على دراعين رشاش 360 درجه عشان تديكي اكتر درجه نظافه.